بص يا اسطى، انا وصلت للريزلتس اللي انت شايفها قدامك دي من غير الجيم خالص تقريبا يعني. وهقول لك ليه انا قلت كلمه تقريبا دي كمان شويه في الفيديو. المهم خلينا ابدا. انا اول ما بدات وقلت لنفسي انا عايز ابني جسم جامد فشخ، قلت انا عايز يكون عندي سيكس باك، عايز يكون عندي عضل، عايز يكون عندي الكلام ده كله. ف سالت امي وابويا، قالوا لي اه ماشي هنوديك الجيم على طول، وما اعرفش مين، بس لسه لازم تستنى بس تكبر شويه. في ساعتها انا كنت عندي 12 سنه ولا حاجه، وقالوا لي لازم تستنى تكبر شويه بس عشان الجيم يرضى يدخلك وما اعرفش مين. المهم استنيت سنه لغايه لما بقيت 13 سنه، واخيرا قالوا لي ماشي روح الجيم، هندخلك مع كوتش الاول عشان الكوتش يعرف يفهمك الفورم والكلام ده كله، وبعدين بعد ما تتعلم تقدر تتمرن لوحدك. اول اسبوع اسبوعين كانوا جامدين، اول شهر شهرين كانوا جامدين فشخ. مهم على تالت شهر اشتراك الكوتش خلص، وامي وابويا قالوا لي يلا بقى انت عارف الفورمات وكل حاجه، يلا روح اشترك لوحدك واتمرن انت بقى، انت عارف كل حاجه خلاص. المهم انا قلت لهم قشطه. دخلت اول شهر بقى وانا بتمرن لوحدي، كنت مبسوط فشخ، كنت اللي هو ايوه ايوه اخيرا اقدر اتمرن لوحدي انا في راحتي من غير كوتش، من غير حد يفضل يزن عليا، وكنت مبسوط جدا. بعدين بقى العلوية بدأت، فاهم، تخش كده. الكسل بدأ يوصل لي، واللي هو لا يا عم عادي انا عندي امتحانات، يا عم انا رجلي وجعاني، يا عم انا لسه متمرن امبارح، كذا 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 كذا، لغايه ما لقيت نفسي وبطلت خالص. وبطلت تقريبا 6 شهور، وبعدين اتمرنت كمان شهر شهرين مع كوتش برضه تاني، وبعدين بطلت بقيت السنه. قلت لامي انا عايز اشترك تاني. طبعا انت هتلاقيك عندك نفس الحاجه بالظبط، اول ما اشتراك الجيم يخلص تكون نفسك تنزل الجيم، بس لو عندك اشتراك جيم سنه تكون مكسل طول السنه. انت زيي بالظبط، انت حرفيا. انا دلوقتي بكلم نفسي وانا صغير، لو انت بتتفرج على الفيديو ده يبقى انا بكلم نفسي وانا صغير بالظبط. انا عارف انت بتفكر في ايه، دايما عايز تنزل الجيم. هو المره دي هو الوقت اللي انا هبقى كونسيستنت في الجيم، المره دي الوقت اللي انا هبقى متواصل. كنت دايما بسال نفسي السؤال ده كل سنه لما اجي اشترك تاني واشترك مع كوتش جديد، افضل اسال نفسي هو اخيرا دلوقتي هو الوقت اللي انا هكون متواصل ومش هكسل ومش هتعلق؟ وبعدين الاقي نفسي بكسل. هو اخيرا المره دي السنه الجايه، اخيرا المره دي الوقت اللي انا مش هكسل فيه، والاقي نفسي بكسل. وفضلت كده ل3 سنين ونص، لغايه اما قلت لنفسي يا عم انا شفت ناس على تيك توك وعلى انستجرام وعلى يوتيوب بيعملوا حاجات زي الماسل اب، اللي هي زي الحركه دي، وحاجات كده غريبه، واللي هو يا اسطى وانتوا بتعملوا الحركات دي ازاي؟ فلاحظت ان هو كله تحت تمرين اسمه كاليستانكس. فنزلت كده عملت سيرش شويه كاليستانكس ورك اوتس على يوتيوب، شويه تمارين كاليستانكس. ونزلت في حته كده اريا في الجيم تقريبا ما فيش اي ماشينز خالص، اريا فاضيه خالص فيها بس يا دوبك بار عقله، بار بول ابس ولا حاجه، وبتاعت المتوازي بتاع الدبس، اللي هو البارين اللي جنب بعض دول بتاعنا عليهم دبس، تقريبا حاجتين وهيين موجودين في الاوضه. فقلت يا عم قشطه، الاوضه دي فري ويتس خالص، الاوضه دي هتبقى بيرفكت لكاليستنكس. دخلت وبدات اعمل اول تمرينه، لقيت كوتش كاليستنكس جاي بيقول لي اه انت بتتمرن ايه؟ قلت له كاليستنكس، ما اعتقدش تعرفه. قال لي يا عم انا كوتش كاليستنكس، يلا نتمرن مع بعض. دخلنا نتمرن مع بعض قشطه قوي. قعدنا بقى 8 شهور بنتمرن، لقيت نفسي بتمرن بطريقه رهيبه. لقيت نفسي حرفيا كل اسبوع بروح 4 مرات، ما بكسلش، بعشق كاليستنكس، بنزل كتير، ما اعرفش مين. لغايه اما طبعا شويه حاجات حصلت وبدات اكسل شويه، بس عامه الريزلتس اللي انت شايفها دي كان بعد 8 شهور كاليستنكس. ودي ده كان لسه من اسبوع ولا حاجه، ده كان بعد 10 ايام. حط في بالك كان ده كمان كان في كسل كتير في النص. يعني انا رمضان انا شبه متاكد ان انت زيي بالظبط، رمضان انا ما نزلتوش خالص. تقريبا نزلت 6 مرات ولا 7 مرات رمضان كله. ست 6 أو 7 مرات رمضان كله ماشي. ف وبعدين كمان بعد رمضان كان في شويه امتحانات وما اعرفش مين، وكان في لود على دماغي كتير، فكنت بكسل في حاجات كتير قوي. بس برضه عرفت اجيب الريزلتس دي، اللي هو الريزلتس بالنسبه لناس كتيره جدا واو، فاهم يعني ده جسم حلو فشخ. ف ليه بقى كاليستنكس نفع؟ اشمعنى كاليستنكس هو اللي عرف اخيرا يبني لي الريزلتس اللي انا كنت نفسي فيها، بس الجيم ما عملش اي حاجه، مع ان كل حد بيقول لك روح الجيم. اولا في حاجه اساسيه، عشان انا بالنسبه لي اصلا كاليستنكس احسن، ده سكه كده. بس حاجه تانية، هل انت بتحب كاليستنكس ولا هل انت بتحب الجيم؟ هل انت زيي عمال تجرب تنزل الجيم وتبقى كونسيستنت في حاجه انت اصلا ما بتحبهاش، فداخلها بس عشان كل حد بيخش الجيم، فانت اللي هو يلا ماشي مع الطريق، ماشي مع كل حد تاني؟ ولا هل انت بتحب الجيم بجد ومش عارف تبقى كونسيستنت عشان انت عيل؟ هي انهي واحده فيهم؟ هل انت بجد بتحب الجيم، ولا هل انت بتكسل عشان انت بتحاول تبقى كونسيستنت في حاجه انت اصلا ما بتحبهاش؟ يبقى انت زيي. يبقى انا رايي تجرب كاليستنكس. وانا هقول لك دلوقتي ليه بالنسبه لي كاليستنكس احسن من الجيم. اولا، لما انت تروح تتمرن تمرين كوره او تمرين باسكت او تمرين فولي او تمرين سباحه، تمرين اي حاجه يا عم، بس مش جيم، تحس ان جسمك فاكك خالص، تحس ان انت بتتمرن ايوه في موبيليتي في فليكسيبيليتي. بس مع الجيم لا، مع الجيم العضل بيزيد جامد، ايوه شكلك بيتحسن، اه بتعرف تبني جسم وبتعرف تخس وما اعرفش الكلام ده كله، بس لسه جسمك بتحسه فيه تنشن.
غير لو انت عملت جنب الجيم تمارين فليكسيبيليتي وستريتشات كتيره وكلام كده، هتلاقي جسمك طول الوقت شادد، هتلاقيك مش عارف حتى. لا يعني انا لما زمان كنت بنزل الجيم، ما كنتش اول ما الاقي نفسي عندي ريزولتس ما كنتش بعرف اطول ظهري، ما كنتش بعرف اعمل كده، كان زيرو فليكسيبيليتي خالص. كل شويه كنت بكبر كل ما فليكسيبيليتي بتقل. كاليستينكس مش كده، كاليستينكس ميكس ما بين الجيم وحاجه والجيمناستكس شويه يعني، فاهم؟ فهو بيديك لسه فليكسيبيليتي وموبيليتي الجامده قوي دي، في نفس الوقت بيبني لك جسم جامد فشخ. عشان كده انا بالنسبه لي اصلا كاليستينكس احسن. غير كده في ناس بتنزل الجيم عشان تبني جسم استاتيك، اللي هو الجسم اللي بيبان حلو لما تقلع التيشيرت، واللي بيبان حلو لما تيجي تلبس التيشيرت. بس بيتلخبطوا في حاجه، بييجوا يمرنوا التمرين غلط، بيمرنوا العضله الغلط زياده، فبتلاقي ان جسمهم قلب زي البودي بيلدر الضخم ده اللي هو عنده كرش بس كرش عضل، معرفش ازاي والله بس بيعملوها. فهم ما بيعرفوش يمرنوا العضلات اللي بتوصل لاستاتيك فيزيك. في كاليستينكس اللي بيضحك ان تقريبا اوتوماتيكلي هو بيديك الاستاتيك فيزيك. لو اتمرنت على بروجرام، رحت مع كوتش ولا اي حاجه، ولا عملت سيرش الفيديوهات واتمرنت على كاليستينكس بروجرام اي حد مديهولك وخلاص، هتلاقي نفسك انت اوتوماتيكلي بتبني جسم استاتيك. وكاليستينكس معمول عشان كده، بيديك الجسم الاستاتيك ده. دلوقتي هقول لك بقى انا ليه قلت تقريبا في اول الفيديو، ما قلتش ان انا جبت كل ده من غير الجيم وخلاص. قلت تقريبا ليه بقى؟ اولا، في عضلات كاليستينكس ما بيعرفش يمرنها عدل. اقول لك حق، في عضلات كاليستينكس ما بيعرفش يمرنها بالطريقه اللي الجيم يعرف يمرنها، وهقول لك ليه دلوقتي، استنى بس. اولا كاليستينكس ما بيمرنش السايد ديلتس جامد خالص، هو ما بيمرنهمش اصلا يعني في تمرينه في كاليستينكس، ما في قصدي ما فيش اي تمرينه معلش في كاليستينكس بتمرن السايد ديلتس. في تمرين ممكن تمرن تقريبا كل عضله تانية، بس عشان هو كومباوند اكسرسايزز، يعني عضلات تمرين بتمرن كذا عضله في نفس الوقت. فبتلاقي ان في عضلات ساعات نيجلكتد، في عضلات ساعات انت بتسيبهم كده وخلاص، او بتنسى عنهم او بتمرنهمش عدل، وانهم السايد ديلز. مع ان السايد ديلز من اهم العضلات اللي المفروض تمرنهم، اللي بيدوك بيخلي جسمك عريض، بحيث ان بيديك ضخامه كده. الكاليستانكس ما بيعرفش يمرنه عدل للاسف يعني. فانا بحتاج اعوض عن ده، واروح اطلع فوق لحته الجيم، ايوه، والعب ماشين بتمرن سايد ديلز، او العب بدمبلز عادي براحتك. انا بالنسبه لي ماشين بتشغل اكتر، وتعمل التمرين اللي هي اللاتر ريز دي بتمرن سايد ديلز. فانا هتلاقي ان في حاجات خفيفه بحطها او بعملها عشان امرن السايد ديلز دول، وعضلات تانية انا حاسس ان هي ما بتتمرنش كفايه من كاليستانكس. لكن تمرينتي لسه 90% كاليستانكس، لسه بروح للكاليستانكس اريا وبقعد فيها تقريبا كل التمرينه، بقعد فيها ساعه ونص، وبطلع فوق ربع ساعه ولا حاجه، فاهم؟ في شويه ماشينز وحاجات انكلودد في النص، بس قليل جدا لدرجه ان انا اقدر اقول لك انا وصلت لكل ده بان انا امرن كاليستانكس، بس بان انا وصلت للريزلت دي كلها من غير الجيم تقريبا. اديك فهمت التايتل بتاع الفيديو. انت بقى، زي ما بقول لك، انا حاسس دلوقتي ان انا بكلم نفسي وهو صغير، بكلم انا من سنه. فلو انت حاسس ان انت مش عارف تبقى كونسيستنت في الجيم، حاسس ان انت عمال تحاول تنزل، بتجرب مع كوتشز غير بعض، بتجرب كل حاجه، انا جربت مع 6 كوتشز غير بعض، 6، قبل ما اخيرا ابدا كاليستنكس وينفع معايا. فبدل ما تشيل نفسك زيي وتحط نفسك في البوزيشن الخرا اللي انا كنت حاطط نفسي فيها، يا اسطى جرب كاليستنكس، جرب حاجه جديده ممكن تنفعك اكتر من الجيم بكتير. جرب حاجه بجد ممكن تعجبك انت من الاول خالص، وتلاقي ان انت ايه ده، لا انا عايز اكمل في اللي انا بعمله. يا رب يكون عاجبك الفيديو. اعمل لايك وسبسكرايب عشان تنشر الفيديو ده، ناس اكتر منك تشوفها بكتير، ممكن ناس تستفيد جامد قوي. يا رب يكون عاجبك الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي.